هذه هي الوصفة اللي لازم تجربوها في العيد ان شاء الله، راح توليو مدمنين عليها، واللي راح دوكا راح تسقسيك على الوصفة سيداتي. نبداو في الوصفة تاعنا. راح نديرو كيلة تاع بسكوي ماكسون مرحي هذاك الاسود، مع كيلة تاع مكسرات انا استعملت هنا جوز، وكيلة تاع فيتين. نخلطوا هادو المكونات مع بعض كما راكي تشوفي، ونزيدو ونلموها بشوكولاته غطيني. كما راكم تشوفوا الخليط يكون ماشي جاري بزاف، وفي نفس الوقت ماشي ناشف باش ما يجيناش الكاطو ناشف. نلموه ونخليوه على جهه، ونرجعوا نديروا الحشو اللي راح نديروه لداخل. جبت كميه تاع قطايف كنت حمصتها في الدار، ما ننصحكمش باللي تتباع محمصه، ولميتها بكريمه البيستاش. اختاروا نوعيه تكون جيده باش يجيكم بنين. انا كثرت القطايف على كلمه البندق باش تجيني هذيك الكرمشه الزايده. نجيبوا المول تاعنا، انا استعملت هذا، انا نمد لكم افكار وانتم ديروا المول اللي تحبوا. نحطوا الخليط الاول ونطلعوا على الجوانب ونخليو حفره في الوسط، نعمروها بهذاك البيستاش مع نعمروها بهذيك القطايف اللي كنا لميناها بلا باطا بيستاش، ونغطيوها بالخليط الاول كما راكي تشوفي، ونحطوها في الكونجيلاتور. نرجعوا البديل الكاناش اللي كنت زدت لكم فيديو منفصل عليه. 80 غرام تاع الزبده مع 100 غرام تاع الشوكولا، نحطوها على حمام مائي حتى تذوب ويختفيو هذوك كامل الحبيبات. بعدها نزيدوا عليها 150 غرام تاع شوكولاته طيني كيف ونعاودوا نخلطوا مليح حتى يختفيو كامل الحبيبات ويرجع الخليط ليس ومتجانس. نغطيوه اون كونتاكت ونخليوه يحتم روحه في حراره الغرفه، من الاحسن ما تحطوهش في الفريجيدار. بعد ما جمدنا الكاطو تاعنا ديمو لينا، حيت ديمولا بكل سهوله. بعدها نجيبو حبيبات تاع صابلي يكونوا نفس الحجم تاع هذاك المول ولا اصغر منه، المهم هذاك الصابلي ما يبانش خلاص. ونلصقوه من تحت. بعدها نقلاصيو بالشوكولا، انا استعملت هنا ضاده وزدت لها شويه تاع مكسرات. نجيبو هذاك بديل الكاناش اللي راح نزينو به، انا نخلطوه غير بالمغرفه كما راكم تشوفوا، ما نطلعوش بالباطور باش يقعد لنا هذا اللون البنين. يعني كي راح تطلعوها بالباطور راح يتفتح اللون. نجيو نزينو يعني تزيين جد بسيط بشويه تاع الكريمه. وعيد مبارك. وهذا ما كان وصفه بزاف سهله، واللي كان تجربوها راح تدمنوا عليها كما دمنت عليها انا.